ايه يا خالد بتعمل ايه؟ بقيس كبس المحرك. بتقيس كبس المحرك كده؟ ازاي؟ بص حضرتك، مش في جهاز كبس؟ في جهاز كبس بس الموتور بيكون دايق. طب ما احنا ندوره بنقيس وقيس. كبس البساتم نفسها بطريقه معينه بلفه الموتور يبدا يحضر كبس معايا في الغرف. يعني انت احنا دلوقتي بنكشف بس عليها. بتكشف ليه؟ العربيه دي جايه لي خلطه ميه على الزيت، اه. ضربه جوان وش سلندر، ده الجوان الاصلي بتاع العربيه. بص، وفي معلومه كده، لو لقيت ميه على الزيت وانت بتفتح غطا الزيت او بتفتح غطا قربة الميه، اعرف العربيه جابت وش سلندر. ده العربيه ضربه جوان وش سلندر من هنا، ده الغرفه دي منفذه، كان منفذه غرفتين على بعض، تبدا تدخل ميه على الغرف نفسها، تبدا تقلل الكبس العربيه بتاعتك. هو ده السبب اللي بيخلي الزيت يختلط بالميه. طبعا احنا لو غيرنا الجوان بس احنا كده ما حلناش المشكله، لان 90% بيكون الوش اللي فوق المونيوم يكون مقفع، فلازم ياخد لازم يتقاس الاول، ولو فعلا مقفع بيروح للمخرطه بيتمسك. ياخد مسحه. وطبعا بنقيس البلوكه لان البلوكه كمان المونيوم، فطبعا لازم نقيسها قبل ما نقفل، ونقيس كبس البساتم والغرف، ولو كل حاجه تمام بنقفل. طب عربيه ايه؟ ام جي 6. ام جي 6 تيربو. تربو. طب انت هتاخد مسحه، اه. هتقلل الخلوص بتاع الغرفه. تعوض بالجوان ده ملي و4 من 10، بنركب لها 2 ملي او على حسب الوش اتاكل منه قد ايه، بنركب لها الجوان المناسب ليها يعني. ما هو بيتضغط بقى ال 2 مللي ده بيبقى 1 مللي و6 من 10 1 مثلا. ملي مع على حسب حضرتك، على حسب المسحه قد ايه؟ المسحه قد ايه، وبيتعوض في الرباط العزم، في عزم نيوتن معين بيتربط بيه، فبالتالي بيهبط الوش الجوان. العربيه ما بترجعش بعد الاعمال دي لا كلها. ينزل. الله ينور، شكرا يا باشمهندس خالد. عفوا هندسه.